اهداف بالشاكله هذه. 33-30 التقدم للمنتخب الجزائري امام المنتخب المصري. اكيد منتخب مصري كل المقابلات تقريبا بنفس النسق لعبهم، مقابلات متوسطه. نفس الشيء المنتخب الجزائري مقابلات متوسطه. كنا نعتقد ان البطوله تبدا اليوم من خلال المقابله ذي، لكن البطوله باش تبدا بصفه رسميه في الدور النصف النهائي. وحتى داود هشام اللاعب تاع فريق الابيار 20 سنه في عمره، الانيفرسير تاعو وكانت من 9 جونفي، سجل هدف ما لعبش كاع في المباراه حتى هدف يدخل. هذا يدل بالفريق الجزائري المدرب ما رجع يلعب، وهنا غلطه كبيره مع الحكم. كانت بي للفريق الجزائري ومنتهى الاخر. يعني الحكم دخلوا في نفس النسق، الحكم دخلوا في نفس النسق لانه شافوا المقابله. وهنا تعود المباراه النتيجه 33-32. مليح. 64 هدف في مباراه بين فريق الجزائر ومصر، شيء مستحيل. هذه فرق الدفاع، يعني فرق اللي يمتازوا بالدفاع نتاعهم. والله يا اخواني المشاهدين والمشاهدات، اينما كنتم في الجزائر او في مصر، هذه مباراه تدريبيه، هذه مباراه، ولكن سي اون ليجيتيم، سي ليجيتيم لان كل مدرب يخبي اللعب، لان هالفريقين سيتقابلان بعد دونك غدوه عندهم مقابلات وبكره عندهم مقابلات. يعني مقابلات في راهم يحضروا الربع النهائي في زوج، راهم يحضروا الربع النهائي تاع غدا. ولكن في نصف النهائي ما عندي ما نقول لكم، ستكون ماتش واحد اخر، سيكون تعليق اخر، سيكون اون بريسيون واحده اخرى، لان اوبو يا اون فينال، يا اون فينال اي سا سو جو اون فينال اي كو لو ميور غان بكل روح رياضيه. انا نطلب من الجزائر يبدو لي مش تعادل والله رياض لو كان في مباراه حاسمه يراقي هذه امبوسيبل ما يراقيهاش. لو كان هذه في نصف النهائي يكون صالح بوشكري ويدخلوا الميدان، والله يدخلوا الميدان رايح هكذايا. سما تبقى دقيقتين نكونوا خاسرين. هما حتى المدربين ريحوا اليوم، يعني ريحوا ولا غير ريحوا اقل ولا ريحوا ولا غير عطله سعيده ولا غير عطله سعيده. الحارس اللاعب يدخل يعاود يخرج يسدد ويسجل. 34-32 للفريق المصري. شوف بكل سهوله، امام الحارس ما حبش يتصدى لها كاع. شوف مش مع اوراقي سعيد، واكيد نحضروا لنهايه المباراه لانه 34-32 قبل دقيقه 45 ثانيه في مباراه اكيد كانت مباراه بعيده برشا على المستوى اللي كنا ننتظروه بالمنتخب المصري والمنتخب الجزائري. مباراه تدريبيه، مباراه من خلالها زوز مدربين حاولوا يرتحوا اللاعبين اكثر ما يمكن، كانوا مجبرين انهم يلعبوا لان المباراه موجوده في البرنامج وموجوده في جدول المقابلات. ولو كان خيروهم قبل المباراه انه نجموا يرتاحوا ما يلعبوش، كانوا يرتاحوا ويحضروا للدور الربع النهائي والدور النصف النهائي. تضيع كره اخرى على المنتخب الجزائري، لكن النتيجه باش تبقى في تاريخ المسابقات. هذه النتيجه يعني مهما كان اللي باش يفوز بس يسجل في تاريخ المسابقات انه منتخب مصر فاز على الجزائر ومنتخب الجزائر فاز على مصر. نشوف عندك اوراق في احصائيات، في ستاتستيك، في التاريخ. ما نفعوش اليوم ان شاء الله ينفعوا نهار السبت، معليش نهار نصف النهائي سيكون يوم الاربعاء، يوم الخميس ان شاء الله. هشام داود هنا يسجل هدف 33. يلا كملوا هدف التعادل، والله تو كونتون والله الا الجماهير ما تكونش فرحانه. هذا ما كان الجماهير، ولكن الحاجه السوداء اللي في الفريق الوطني هو ربما لا بيرت تاع اللاعب حجاجي صح. ويمكن اللي كان يمكن اللي فسدت شويه اوراق المدرب انه كان يخمم انه فما مرور بقوه. ان شاء الله ما يكون غير خير، وسيكون ما ننساوش اليوم الخميس ان شاء الله في نصف النهائي سيكون حضور اللاعب الاحمر اللي راح يكون ان ليمون تري فالابل للفريق المصري في اللقاء هذا نصف النهائي. تبقى 40 ثانيه من نهايه المباراه، نلعبوا المان تو مان. فريق بريسينغ الفريق الوطني راهم يلعبوا كاع، شوف ما تقولش كاع كره يد، راهم يلعبوا هنايا بعيده والكره تضيع تروح. هذه جو سون فرونتير هذه مشكله ديالو. جو سون فرونتير والله بلا حدود. شوف وقت مستقطع لصالح بوشكريو باش يقول لهم لا الوقت او يفوت. لا وقت مستقطع ولكن الحكام ما وقفوش الوقت. المقاطعين ما وقفوش الوقت، لكن وقت مستقطع 34. بقات ربما واحد 15 سكوند 15 ثانيه، ربما نشوفوا كونغ فو وفيها تعادل 34. تو الموند كونتون، تو الموند جونتي.
وشتان بين تعادل نسخة 2010 وتعادل المقابلة هذه. يعني في نسخة 2010 كانت مباراة من طراز عالي جدا، ومباراة فيها حماس وفيها تشويق وفيها اندفاع وفيها رغبة في الفوز وفيها كل المعطيات اللي خلتنا نعيش مباراة من طراز عالي. لكن المباراة هذه أكيد مباراة مغايرة، مباراة الحسابات، أكيد أمور مشروعة، لكن ديما فما قلت أنه فما مستوى الفريقين وفما سمعة كرة اليد الجزائرية والمصرية، والاختيارات هذه سيحاسب عليها المدرب في بعد الدور نصف النهائي. أكيد باش تحمل كل مدرب يتحمل مسؤوليته. الثواني الأخيرة من هذا اللقاء، الكرة عند الجزائريين، هل سيسجلوا التعادل؟ بركوس خلاوه يدخل أو يسجل تعادل بالفريق الجزائري والفريق المصري المرة المقابلة 34 وستنتهي المباراة. أيضا سنذهب إلى غرفة الملابس بالتعادل لكل لاعبين وينتهي اللقاء. ينتهي اللقاء 34 مقابلة 30. نهاية المباراة 34 أكيد. باش نمشيو لفاصل إشاري وبعدنا نرجعوا للتحليل في الاستوديو. ما نعرفش حسوا باش نحلوا لكن فما تحليل بعد المقابلة. عيش كل مقابلات كرة اليد مع جيزي، الراعي الرسمي للفريق